عارف إن الفرق بين إنك تتسأل إحنا كسبنا كام وبين أنهي حملة إعلانية نجحت وبين العميل هرب ليه؟ إحنا قصدنا هرب ليه يعني قبل ما يشتري من الويب سايت من المنصة. هو الفرق بين 3 مسميات وظيفية في مجال تحليل البيانات ممكن تاخد مستقبلك في حتة تانية أصلا خالص. تعالى نشوف الفرق ده بينهم. السلام عليكم، معاكم أمير عبد السلام، والنهاردة أول فيديو في سلسلة معلومة في سلايد. هنتكلم عن موضوعات كتير في مجال الداتا شغلة بال كتير من محللي البيانات. أفكار كتير مغلوطة وحاجات كتير مش واضحة، هنحاول إن احنا نوضحها في محتوى قصير عبارة عن معلومة في سلايد. فخلونا نبدأ على طول. أول معلومة، أول حاجة إنك لو اتسألت احنا حققنا إيرادات قد إيه أو وضع الشركة إيه، فأنت كده محلل بيانات بس على مستوى استراتيجي أو على مستوى عام في الشركة. أنت بتركز إحنا كشركة بندخل إيرادات قد إيه أو بيجيلنا إيرادات قد إيه، طالعة من عندنا مصاريف قد إيه، وأنهي إدارة هي اللي بتستهلك مصاريف أكتر أو أنهي إدارة اللي بتدخلي revenue أكتر. أنت كده business analytics بيتقال عليك أو المسمى الوظيفي بتاعك business analytics. أما بالنسبة لو جيت سألتك وقلتلك هي الحملة الإعلانية اللي عندنا حققت لي نتايج قد إيه، نتايج يعني قدرت تجيب لي عدد ليدز أو عملاء محتملين أتواصل معاهم أو فريق سيلز يتواصل معاهم ويبيع لهم، أو إن الحملة دي جابت لي عدد كليكس قد إيه، بالتالي أنا أضمن إن يحصل تواصل بعد كده أو إن الناس تكمل الكول تو أكشن الخاص بالحملة، سواء إن هي تتصل أو تشتري على طول. فبالتالي إن أنا عايزة أعرف الحملة دي قدرت إن هي تجيب لي عملاء قد إيه، فالحملة دي أقدر أسأل سؤال زي إيه ال CAC أو ال Customer Acquisition Cost، تكلفة العميل اللي الحملة قدرت إن هي تجيبهولي قد إيه. لما تسأل النوعية دي من الأسئلة وأعرف أنهي منصة عملت عليها إعلانات ممولة فجابت لي يعني نتائج قد إيه بمقارنة بمنصة تانية، فأنا في الحالة دي بيتقال عليا Marketing Analytics، وده المسمى الوظيفي بتاعك. أما بقى لو جيت سألتك وقلتلك طب هو العميل أو بلاش العميل، اليوزر أو الزائر اللي دخل على المنصة على الويب سايت أو اليوزر المستخدم اللي بيتعامل على الموبايل ابليكيشن بتاع الشركة، ليه ما بيكملش الخطوات بتاعته للآخر؟ الخطوات اللي هي إن هو دخل على المنصة، اتفرج على المنتجات اللي المنصة بتقدمها أو الخدمات، طبيعي إنه في الآخر يكمل الرحلة ويحقق عملية الشراء. طب هو ليه ما كملش الرحلة وفي الآخر هرب، يعني قطع الخط بتاعه وطلع بره الويب سايت، او ان هو قفل الموبايل ابليكيشن ومكملش بقية البروسيس او الخطوات اللي تاخده لعملية الشراء؟ الحالة دي بيتقال عليها او بيتقال عليه المسمى الوظيفي برودكت اناليتكس او برودكت اناليست. برودكت، انت هنا بتهتم ان انت تدرس المستخدم البيهيفيرز بتاعته على المنصة أو على الموبايل ابليكيشن، فأنت هدفك هو تطوير المنتج أو الويب اللي هو الويب سايت أو الموبايل ابليكيشن. أنت عايز تطور الديجيتال برودكت ده اللي أنت صنعته وقدمته للعميل عشان يستفيد منه، سواء منصة تعليمية يتعلم عليها كورسز أو منصة يتفرج عليها على أفلام ومسلسلات، أو منصة يشتري منها زي أمازون أو غيرها من المنصات، وكل منصة ليها الهدف بتاعها، أو منصة من المنصات اللي هي بتهتم بحجز الرحلات والأوتيلات وغيره. فأنا في الآخر بعمل منصة سواء ويب أو موبايل، عايزة أقدم من خلالها بنفيت للعميل، يا يتعلم يا يتفرج على محتوى يا يشتري منتج يا ياخد خدمة. فبالتالي أنا هنا برودكت أناليست، غرضي حاجتين: الحاجة الأولانية إن أنا أوصل البنفيت أو الفايدة اللي عايزها العميل، والتانية هي إن أنا أطور المنتج بتاعي، المنتج الرقمي بتاعي، بناء على الفايدة اللي أنا عايزة أو أقصى استفادة عايزة أقدمها للعميل. يعني مثلا لو جيت خدت مثال على منصة XRDE، دي المنصة بتاعتنا، احنا عبارة عن ويب سايت بنقدم من خلاله خدمات زي تطبيق مشاريع تحليل البيانات. فأنا لو عايزة أسأل سؤال وأقول how much revenue did XRDE generate this month، أو إيه الريفينيو اللي قدرت تحققه XRDE خلال الشهر، بسأل البيزنس اناليتكس إن هو يقول لي إحنا حققنا إجمالي أرباح قد إيه من عدد العملاء اللي اشتروا التطبيقات أو مشاريع تطبيقات تحليل البيانات اللي إحنا بنقدمها. أما لو جيت سألت سؤال وقلت
طب هو الريل اللي احنا نزلناه على السوشيال ميديا اللي بيتكلم عن مشروع أو حقيبة مشاريع تحليل البيانات اللي احنا بنقدمها، هل الريل ده فعلا قدر يجيب ترافيك عالي على الويب سايت؟ الحالة دي أنا بسأل الماركتينج أناليتكس عشان هو اللي بيعرف الحملات اللي هو عملها، سواء هو عمل حملات إعلانية ممولة أو شغال بشكل أورجانيك، هو اللي هيقدر يقول لي أنهي منصة قدرت أو أنهي ريل قدر إن هو يزود الترافيك، إن الناس تروح على الويب سايت بتاعنا وتشترك في الحقائب التعليمية اللي احنا بنقدمها. أما لو جيت سألت بقى سؤال، هو إن اليوزر اللي جه زار الكورس بيج أو دخل على الويب سايت وشاف الكورس بيج ومحتوى الحقائب اللي احنا بنقدمها، كام عدد الناس اللي عملت سبسكرايب في الآخر أو اشترت الحقائب التعليمية دي في الآخر، وعدد اللي عملوا دروب اوف او اللي خرجوا بره الويب سايت وما اشتروش او ما عملوش اي عملية شراء او تواصل معانا. الحالة دي انا بكلم البرودكت اناليست، لان انا هنا ببساطة عايزة اسأله هو شغل الماركتينج اللي تم والريلز اللي نزلت والكونتنت اللي اتعمل اللي يخلي الناس او اللي يشجع الناس انها تدخل على المنصة عشان تتفرج على المحتوى الحقائب اللي بنقدمها وبالتالي تشترك عليها في الاخر. المجهود اللي حصل ده عشان يجيب الناس عندي على الويب سايت ليه ما كملش في الاخر؟ هل انا عندي فعلا مشكله في الويب سايت؟ المحتوى اللي مكتوب على الويب سايت مش واضح بشكل كافي؟ هل محتاج ان اطوره؟ هل في مشكله تقنيه موجوده اصلا في الويب سايت، او ان انا كنت في الاخر بتارجت جمهور غلط مش مهتم باللي انا بقدمه؟ هنا البرودكت اناليست هو بقى اللي هيجاوبني على الثلاث اسئله دي. ففي الاخر كده لو عايزين نعمل ريكاب سريع، فنقدر نقول ان لو انت عايز تبقى الشخص اللي بيشتغل في الشركة بيبص على overall العمليات اللي بتحصل على جميع مستوى الشركة، فانت business analyst. ولو انت الشخص اللي عايز ان هو يعرف او مهتم بالحملات الاعلانية والديجيتال ماركتينج وانهي منصة جابت نتائج احسن وانهي channel كانت بتجيب ترافيك اعلى وهكذا، فانت ماركتينج اناليست. ولو انت عايز تهتم باليوزر behavior plus تطوير المنتج الرقمي زي الويب سايت أو موبايل أبليكيشن، وإنك تتابع الحركة اللي بتتم عليهم عشان تعرف مبيعاتك بتتحقق في أنهي نقطة، فأنت البرودكت أناليست في الحالة دي. وبكده أتمنى إن المعلومة تكون واضحة وإن احنا قدرنا نوصل لكم المعلومة بشكل كويس. لو عجبك فكرة الفيديو ياريت تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتسيب لنا كومنت تقول لنا فيه رأيك وإيه المعلومة الجديدة اللي انت عايز نوضحها لك في مجال الداتا. بالتوفيق.